أغرب عملية تزوير في تاريخ أمريكا، والمكونات اللي استعملوها أغرب من الخيال. زوج مكونات اللي هما الروز والماء، وعملية التزوير هذه داروها حتى في السجن. تابعوا معايا. في 1997 في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية كانوا كاينين زوج صحاب، واحد اسمه بالدوين بلايدر والثاني اسمه آتاتور تايلور. كانوا في العشرينات مع عمرهم ومعروفين بالعبقرية تاعهم، واحد مهووس بالآلات والثاني مهووس بالرسم، لدرجة خدموا مع بعضهم في مجال الطباعة، وتاني خدموا مع الدولة في صناعة الطوابع البريدية. حتى جا النهار اللي سمع بيهم رجل أعمال اسمه تايلور ويليام، عرضهم على العشاء وعرض عليهم عمل. وش هو العمل هذا؟ قال لهم تخدموا معايا غير أنا، يعني تحبسوش قاعدين تخدموا مع الدولة ولا العمل تاعكم الخاص وتتفرغوا الخدمة غير معايا. وش يخدموا في صناعة وتزوير دولار حقيقي، وقال لهم بلي راح نوفر لكم مطبعة خاصة. تايلور وبلايدر كي سمعوا العرض هدايا خافوا وكانوا متردين بزاف، ولكن ما رفضوش الطلب وطلبوا منه يعطي لهم مهلة للتفكير. من ورا ما فات اسبوع على الحكايه، تايلور وبلايدر تفاهموا مع رجل الاعمال هذاك واتفقوا معه. واول خطوات المهمه هذه هي انهم يزوروا مصنع صناعه الدولار بواشنطن. المصنع هذا يقدروا يروحوا للسياح ويشوفوا كيف يتصنع الدولار عادي، ولكن خطه تايلور وبلايدر كانوا انهم باه يشوفوا المراحل اللي يمر بها الدولار باه يتصنع، باه ما يديروا حتى خطا كي يكونوا يصنعوا فيه. وكي رجعوا فيلادلفيا بداوا يجيبوا في الحوايج اللي يحتاجوهم باه يصنعوا الدولار، وكانت عندهم 3 مكونات أساسية اللي هي آلات الطباعة، الحبر والورق. والورق كانت أصعب حاجة يلقاوها، لأن الورق اللي مخدوم به الدولار ورق خاص. ولهنا ولات المهمة تاعهم الثانية أنهم يصنعوا الورق اللي يشبه للدولار تماما. من وراء ما فاتت أشهر على المحاولات تاعهم باه يصنعوا ورق يشبه للدولار، المحاولات كل باءت بالفشل، ما قدروش يصنعوا خلاه ورق يشبه للدولار. لهنا جاتهم فكرة واحدة خلاف، اللي هي يحكموا يبدلوا الورق حقيقي، يجيبوا ورقة $1 يمسحوا الحبر ويعاودوا يقلبوها ورقة $100. وهنا بدأوا يحوسوا على المواد الكيميائية اللي يمسحوا بها $1 على الورقة ويقلبوها $100، وفي نفس الوقت لازم يصحبوا على الورقة هذيك باه ما تفزدش. ولكن الصدمة كانت كبيرة، لأن المحاولات تاعهم كل باءت بالفشل، ما قدروش يمسحوا هذاك الحبر كيما لازم وين يغطيو آثار التزوير، وهذا الشيء خلى المهمة تاعهم تفشل. وبعد بلايدر تفكر ملاحظة كتبها كي كان في مصنع الدولار. وش داروا؟ راحوا حكموا ورقة $1 قسموها على 2، وكل ورقة فيهم مسحوا الحبر تاعها وعاودوا طبعوها ورقة $100 وعاودوا لصقوهم. الطريقة هذه نجحت معاهم، ولكن المشكل اللي كان عندهم وإلى العائق هو كيف يعاودوا يرجعوا يلصقوا هذيك ورقة $1 بلا ما تبان باللي لاصقة، يعني يرجعوها كيما الأصلية. المحاولات تاعهم كل فشلت، وعلاه ما عرفوش كيف يلصقوا زوج ورقي هذوك، لانه الغراء اللي كانوا يستعملوه ديما يمد سمك للورقه هذيك وتبان فيك. حتى جاتهم فكره انهم يستعملوا دقيق الارز والماء، خلطوه مع بعضهم، لصقوا الورقتين هذوك مع بعضهم وعرضوهم لحراره معينه، ونجحت معاهم العمليه بالفعل. تخيلوا، ممكن نجحت معاهم الطريقه، وصلوا للمرحلة اللي لازم يتأكدوا فيها باللي الناس مش فايقة بيهم باللي هذوك سوارد مزورين. وش راحوا داروا؟ وزوا ورقة تاع $100 وراحوا للبنك، ولتما بدلوا الورقة تاع $100 هذيك بعملات نقدية قيمة $20. وبالفعل البنك هذاك ما فاقش بهم وما فاقش باللي $100 هذيك مزورة، ونجحت معاهم العملية. ولهنا انطلقت المهمة تاعهم في الطباعة وتزوير الدولار. تبعوا دولار قد ما حابين وتوجهوا لجنوب امريكا باه يحوسوا يستمتعوا بالوقت تاعهم. وكرجع رجل الاعمال هذاك للمصنع ما لقاني تايلور ني بلايدر، وهنا عرف بلي العمليه هذيك نجحت معاهم وما قدرش يروح يشكي بيهم. وعلاه؟ لانه هو كان مشارك معاهم في الجريمه، ولهنا ما قدر يدير حتى شيء، وسناهم حتى يرجعوا من العطله تاعهم. من وراء ما فاتت 6 شهور على العمليه هذه، وصلت ورقه تاع $100 للخزينه الامريكيه، وكان الموظف هنا شك بلي هذيك الورقه $100 مزوره. وش راح دار؟ راح حطها في الماء على اساس كي تكون مزوره الحبر تاعها راح يخرج في الماء. ولكن الصدمه تاعو كانت كبيره، لانه الحبر تاع الورقه $100 هذيك ما تحركش. بصح وش صرا؟
هذيك الورقة $100 تحلت على 2. ولهنا بدات الشرطة الأبحاث المكثفة تاعها، وفي الآخر وصلوا بلي العملة هذيك خرجت من فيلادلفيا. في فيلادلفيا بدات الشرطة تحوس على المطابع اللي كاينة كاملة في المدينة، ووصلوا لتايلر وبلايدر، ولكن ما لقاو عندهم حتى أداة تدل على التزوير. وبعد الضغط عليهم اعترف تايلر وبلايدر بالبلاصة اللي حاطين فيها المعدات الخاصة بالتزوير، ولهنا حكمت عليهم المحكمة بالسجن حتى يصدر القرار النهائي. وفي هذه المدة بلايدر جاتو فكرة، هي يصنع $1 مزور في السجن باه علاه يحصل باللي مش غير هما اللي يزوروا $1 وراح يخفوا الحكم عليهم. وبالفعل نجحوا في انهم يزوروا هذيك $20. ومن بعد كي فاقت بهم الشرطه وبدات تحوس على المصدر، زاد لقات بلي المصدر هو المحامي تاعهم، وهذا الامر خلى انهم يحكموا عليهم ب7 سنوات حبس. فوتوا مرحلة السجن هذيك وخرجوا، وبقات المخابرات الأمريكية تراقب فيهم من بعيد، وعلاه خافوا أنهم ينشروا طريقة التزوير هذيك ويديروها وحيد خلاف ويتبعوهم. وإجمالي المبلغ اللي زوروه هو $4 ملايين، تخيلوا. وعلى هذه تعتبر أنجح عملية تزوير $1 في تاريخ أمريكا. درك قولوا لي انتم كنتم متوقعين أن الماء الروز قادر يصنع ثروة هائلة كما هيك وإلا لا؟ وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتابعوني على اليوتيوب والإنستغرام إكرام بشكو.